يبقى مش يا نهار ابيض على السمبوسه كده. الابلكيشن زي ده فيه 400 طباخ 400 طباخه وست وراهم بيت. كام؟ كل واحد وراه 5 6، يبقى اذا انت فاتح بيت اكتر من 1500 شخص. 2000 تعالوا بقى بصوا معانا على اكلات والناس اللي هم يعني الناس الجميله المحترمه اللي فعلا بيعملوا حاجه بشرف. اكلات 24 موجود على الاب ستور، موجود على البلاي ستور، اي حد يقدر يدخل يكتب اكلات 24 هيظهر له الابلكيشن، يعمل له داونلود بسهوله ويبتدي ان هو يطلب من اي طباخ موجود جنبه او اي وجبه تعجبه على الابلكيشن. ممكن يعمل سيرش كمان على الوجبات اللي هو نفسه يلاقيها. طبعا الابلكيشن مش بس اكل بيتي زي ده، في طباخين بيقدموا مجهزات وحاجات جاهزه على التسويه، في طباخين متخصصين في الحلويات، في طباخين متخصصين في المخللات البيتي والمنتجات البيتي. كل حاجه على الابلكيشن هتلاقيها، والميزه انك انت مش محتاجه ترتبي الاوردر من قبلها وبيوم واثنين وثلاثه، لا انت بتطلبي على طول. كله سمنه بلدي. دي ميزه بقى انك انت تبقي بتطلبي من حد في البيت، غير انك تطلبي من مطعم، غير انك تطلبي فينيو اونلاين. فكره الاكل البيت وانت بتبقي متاكده ان في طباخه قاعده بتعمل لك الاكل ده مخصوص، بتبقي ضامنه كل مكون فيه. احنا لازم اللقمه ما تبقاش حلوه في رمضان تحديدا غير واحنا كلنا متجمعين عليها، والله العظيم بتبقى زبده كده في البق لما كلنا ندي لبعض. ندخل على بطاطا بالبشاميل. قولي لي بقى، غلبوني يا جماعه.